المتسابق عوض المعنى، مدرس راعي غنم. تفضل يا عوض، بليز تفضل عوض. خلاص طلع كرسي، طلع كرسي، طلع سبورة شوي، مو بالحين. خلاص ابدأ. ايه السواكنيات، ايه السواكنيات. الحليب ينقسم الى قسمين. الحليب يا ولد، الحليب يا ولد، الحليب يا ولد مع البكرة والحوار. البكرة تنقسم الى قسمين. البكرة يجي حليبها سكر، والحوار يجي مالح. هاي الحليب يا ولد، الحليب. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ يا مرحبا. الله يحييك. كيفك؟ الله يخليك حبيبي. سمعتك تقول الحليب مدري وشو. ايوه حليب الخلفات. ايوه الحليب. طيب ابغى. تبغى برغوة ولا بدون رغوة؟ برغوة وبدون رغوة. هاي يعني وش الفرق يعني؟ والله فرق شديد. مثل فرق شديد مرة. مثل يعني الرغوة يبغى له شغل جامد. شغل مرة. واللي بدون رغبة يعني عاد. طيب عطني برغوة. تبغى برغوة؟ ايه أكيد. ايه انا بحترك هنا. روح وتذا. تبغى برغوة يعني؟ ايه برغوة أكيد. والله. ايه طيب انقلع. ما بعطيك حليب. افاه. ما بعطيك حليب. اصلا اروح يعني. هاي كلام هذا. والله يا عالم. والله الشغلة دي ما تنفع. قاعد يزعج. اشتغلنا سباك، واشتغلنا مقصف، واشتغلنا عند الخلفات وما نفع علينا. والله داير شغلة تانية. فكر يا عثمان، فكر. ايوه كلم. فين الجوال؟ الدليل المادي. فين الجوال يا ترى؟ الو، كيفك؟ اخبارك؟ والله داير لي شهادة من جامعة عريقة، لغة عربية فصحى. هاي كم الحساب؟ داير عليك الله يا اخي، داير عليك الله يا اخي. يا اخي كلنا مساكين يا اخي. طيب اول راتب لك نصه، ماشي؟ اتفقنا؟ ماشي، الله يعطيك العافية. الحين داير لك، جايك الحين داير لك. يلا سلام عليكم. دخل كراسي الحين. برا انتو خليكم هنا. هذه المدرسة والله مدرسة جديدة، أول مرة بدرس. خابر إني بدرس الغنم، ما بدرس طلاب بشر. لا إله إلا. فين الطلاب؟ أجي أنا أول واحد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. صباحك الله بخير. كيفك؟ كيفك؟ انا احد اولياء امور الطلاب عندك في الفصل. أيوة هاي. بس في عندي استفسار بسيط، انه تفضل. انا ابغى اعرف وش علاقة اللغة العربية بالسواكني والخرفان والجمال. والله هذه من جامعة عريقة، شهادة من جامعة عريقة. بس لحظة، الولد جاي يقول لي ان الجمل ينقسم عدة اقسام من السواكني، والسواكني يتفرع من الناقة. اي نعم، ايوه هذه درستهم اياها. والله داير لك تصدق. شوف اختبار، شوف بقول لك الاختبار شطب على الحرف، بيقول لي كسل، ويقولوا السودانيين كسالى. انتوا اللي كسالى. رجال لو سمحت، انا بدي اعرف شهادتك هذه من فين ماخذها؟ من جامعة عريقة. جامعة عريقة. هاي جامعة عريقة. وش دخلها الحين باللغة العربية؟ وش دخل الان بالناقة والبعير؟ لو اللي قاعد الولد في البيت يقول لي ان البعير
يطلع منه حليب. ايوه بيطلع منه حليب. يا اخي بعدك عقل انت. ايوه بيطلع منه حليب. وش اللي يطلع من الحليب؟ تستعمل علي تقول لا ما استعبي. لا ما استعبي. علمني دهشة. انت متأكد ان شهادتك ما هي مزورة؟ شهادتي مزورة؟ والله شوف انا بقول لك شهادتي من جامعة علي مزورة. تعال مزورة تعال. نقول مزورة. لك مفروض الاستاذ الصادق يعني الظاهر بيتولاك. لا والله ما بتولاه ولا شيء. ضبط اللهجة ولا لا؟ اللهجة يعني 60%. 60 والله زين احسن من ناس كثير يعني اللهجة. انا بصراحة ما كنت متوقع ان اول واحد حيعلق، لكن انت شخص تلقائي جدا، عفوي جدا. ما اديتنا فرق كبير حتى في اللبس ولا في الاداء لما كنت بالمهنه الاولى او بالمهنه الثانيه. يعني حتى اللي انا توقعت تغير اللبس لما صرت استاذ، يعني انا كنت راعي بالاول صح ولا لا؟ المفروض تجي كل لابس عراقي، تعرف العراقي؟ ما في وقت اصلا. المفروض لسه لما صرت استاذ تلبس لبس ثاني تماما يعني. كان ضبطنا الوضع. بالنسبه في نمطيه طبعا في تشييد دور السوداني، اول شيء اسمه عثمان، لازم يكون اسمه عثمان يعني. بعدين الشفايف حمراء ما ادري ليش يعني. لانه بعضهم اكثر تجي حمراء. لانه شوف في يعني بعض المسلسلات وكذا. احتمال يكون وقعت في هذا الفخ من التنميط، لكن بالاخير نحن هذا ما بيهمنا ادائك انت كممثل. انا حبيت العفويه اللي عندك، وفي شجاعه بانك تجسد شخصيه يمكن يكون فيها بعض التعقيد عليك يعني. شكرا لك. انا طبعا ما اقدر اقول كلام سلبي عشان ما يقول حامل عليك. انا بقول كلام حن كثير. هذا ينفعني والله، يعني السلبي ينفعني كثير مرات. لا احنا بنقول كلام سلبي. انا بخلي الشباب ما بيقصروا. اول شيء عوض الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. بيض الله وجهك ما قصرت. يعني في نقطه ودي اقول لك شيء. انا لما تكلم الاستاذ عقيل عن قضيه الحساسيه في يعني تمثيل الادوار غير السعوديه عند السعودي، او كيف انت تقدر توصل يعني لما جلست قدام الاستاذ الواثق. انا ما ادري عن الاستاذ الواثق، لكن انا لما اشوف نفسي اشوف ان عوض مثل دور سوداني، لكن الدور السوداني ما كان فيه تهريج ولا كان فيه استخفاف ولا كان فيه استنقاص بدور السوداني. انا اشوف كذا لما تاخذ هي اشياء عاديه جدا. يا سلام عليك. شوف لما اشوف واحد يمثل مصري اي جنسيه زين، لكن اشوف فيه في الموضوع اوفر، في تهريج زايد. بالعكس تضره وتضرني انا. يا سلام عليك. في استنقاص. انا الحين انا اشيد فيك. اقول انا ما وجدت شيء هذا، ما في لا استنقاص ولا استخفاف ولا في تهريج ولا في اي شيء منه ولا في اوفر في الموضوع. هذا انا حبيته فيه. في نقطه مهمه، انت تمثل صح؟ اي نعم. ليش تبتسم؟ والله اللي قدامي يضحك اصلا من شكله. دوم يا رب، الله يجعلها دوم يا رب. بس انت لما تكون ممثل على خشبة المسرح حاول تبعد عن الابتسامة، بحيث ان المشاهد فعلا هو يعيش يعني يشوفك انك تمثل توصل حساب. الفكرة ما ادري، احس انها وصلت هي واصلة ما فيها كلام، بس ما ادري احس ان فيها نوع من الضعف شوي، ممكن تقدر تطلع اقوى من كذا. الاخير اخر نقطة، انا ما ودي اطول على استاذ خالد. اخر نقطة اللي حركتك في المسرح، انا بالنسبة لي احترت وش احط لها درجة، لان عوض انت كويس ممثل ممتاز والله العظيم. يعني لو مجرد الحركة لو اخذتها صح، عبيت مسرح يمين يسار، خاصة انت دورك دور واحد لازم يتحرك، يجينا يقرب يبعد يروح يمين يسار. اتمنى لك توفيق عوض. الله يطول عمرك. شكرا لك استاذ ماجد الفلومي واستاذ خالد الباز. تفضل. عندك في الجامعة يعني كم درجتك؟ عندنا في الجامعة شوي. تراك عندي في الجامعة شوي. الله يطول عمرك. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. أنا بس حقيقة أنا مبسوط إنه هذا الشيء الرائع اللي أنا أشوف فيه تدرج في الإبداع، يعني ما شاء الله من خطوة من شفتك من قبل الآن في تحسن بشكل رائع، وهذا شيء جيد إنك تشتغل على نفسك. عجبتني الجرأة إنك تاخذ دور واصرارك على انك تقمص هذا الدور، حتى وانا ما وصلت مش عيب. اي مو بعيد. احسنت بالضبط. اذا الجرأة بحد ذاتها هذه شيء جيد في الممثل، انه عنده عنصر رائع بس يطور منه، كيف يستطيع ان يتلافى هذه السلبيه. انا اول مره ترى اسوي الشخصيه هذه، ما توني. بالضبط انا احسنت. انا اقول هذا اللي عجبني فيه، حتى بعض الكلمات او كذا بالعكس جرأة، انه انت واثق. الممثل يجب ان يثق. عندنا نوع من الخجل في بعض الممثلين عندما احنا يسمونه ممثل الصنعه وممثل المحترف.
في تفاوت بين ممثل الصنعة وممثل المحترف. انت اذا وصلت في النص شيء جيد معناته بدأت تتقمص شيء او فكر جديد، يعني يحمل فكر انه قريب بالاحترافي. احنا ما نقدر نقول انه وصلت لهذه المرحله لانه لا زال ما عندنا ذاك البنى التحتيه لموضوع المسرح وتاسيس المسرح، لكن نستسقي هذه المعلومات من خلال الكتب الخاصه بالمسرح من الاساتذه اللي الفوا موضوع المسرح، كيف نستطيع ان نتقمص هذا الدور، كيف نستطيع ان نوصل هذه الرساله، كيف نستطيع ان نعمل نوع من التصاعد في موضوع الدور. انا بس يمكن لاحظتني ان قاعد تمثل كنت اقول لك تحرك، لانه جماليات الممثل وانت جاي هنا وفي تبرير انك تنتقل من هنا وكان جميل، بعدين فتره السكوت في المسرح ترى جدا ممله جدا. هذا انا جبتها نظره بس. ما هي تقتل، شوف دائما تقتل في اي شيء في الموضوع المسرح تحديدا. فتره السكوت عند الجمهور بشارة ثانيتين ثقيله عند الجمهور كثير جدا. الجمهور ما يبغى ينقطع لانه خلاص ينقطع اتصالك مع اللي هم النظاره، اللي هم مصطلح النظاره، هم طبعا الجمهور هذا مصطلح مسرحي. فيعطيك العافيه حقيقه، انا شفت شيء رائع. عفوا الله يطول. يعطيك العافيه. شكرا لك عوض مهنا.